ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ولسه مستمرين كده في تحضيرات رمضان وتجهيزات رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمل صوص المانجا، هنعمله بطريقه جميله جدا ومش هياخد معاكي وقت على النار. وهقول لك كمان نوع المانجا اللي انت تستخدميها فيه علشان اللون يطلع حلو، علشان ما تضطريش ان انت تستعملي الوان صناعيه. عملت كميه كده مناسبه ليا اللي انا هستعملها طول الشهر الكريم، احتفظت بيه كده في برطمانات ازاز وهحطها في التلاجة تكفيني الشهر كله. عملته بقوام حلو جدا، شايفين القوام واللون بصراحة تحفة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. دي قناتي، قناة هندي سليم، اللي لسه بتفرج عليا لأول مرة. يلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. طبعا علشان ده مش موسم مانجا، انا طلعت مانجا من المتفرزة اللي انا مفرزاها من اول السنة. طلعت كده حوالي كيلو مانجا، فكيته زي ما انتم شايفين بالشكل ده، سيحته من التلج وطلعته كده علشان اضربه في الخلاط. دي بقى المقادير اللي انا هستعملها. معايا هنا رشة فانيليا، معايا معلقة كبيرة من النشا، معايا نص كوباية من السكر، ومعايا كوباية من المية. دي بس المقادير اللي احنا هنستخدمها. هاخد بقى المانجا بتاعتي كده اضربها في الخلاط، مش هتحطي فيها اي نقطة مية، هتضربيها زي ما هي كده كأنك هتعمليها ايس كريم. بعد ما ضربتها طلعت معايا بالشكل ده. هي القوام بتاعها تقيل بس بعد كده هتفك بالغليان. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي علشان ما حطيتش فيها ميه. بعد كده هجيب حله واحط فيها كميه المانجا بتاعتي وهنبدا نشتغل عليها. هنا بقى هجيب معلقه النشا، هحطها في كده في الكوبايه او في بوله. حطي بقى عليها نص كميه الميه اللي احنا هنستخدمها وندربها كويس لحد النشا ما يدوب معايا تمام. جبت بقى الحله، فضيت فيها كميه المانجا، حطيت عليها بقى نص كوبايه السكر ونص كوبايه الميه المتبقيه. كل ده لسه النار ما عليتهاش عليها، ما شغلتش النار. دوبت بقى السكر كويس جدا لحد ما يختلط بالمانجا، وبعد كده شغلت النار. ايدك بقى باستمرار كده في التقليب علشان ايه ما تتلسعش منك. اول ما تبداي تولعي تخلي النار عاليه عليها. اول ما تبدا انها تاخد اول غلوه تروحي موطيه النار عليها، تخليها نار هاديه. بعد كده خدت اول غلوه احط بقى النشا بتاعي علشان يربط الصوص ببعضه. بعد كده هحط رشه الفانيليا، قلب كويس جدا، قلبيه كده. بعد كده بقى هسيبه 5 دقايق كمان على النار، وبعدين ابقى انزله. بين كل دقيقه والتانية ايدك بقى فيها كده بالتقليب علشان ما تتلسعش منك. شايفين كل شويه القوام بيبدا ان هو ايه يربط معاه، وهي بتغلي كده علشان ما تتلسعش منك ايدك عليها بالتقليب. هي بتاخد حوالي 10 دقايق بس على النار، مش بتاخد وقت كتير. بعد كده بقى خلاص هي كده القوام بتاعي كده خلاص، القوام اللي انا عايزاه. هطفي عليها بقى النار واسيبها لما تهدى. بعد ما بردت معايا بقت بالشكل ده. اجيبها بقى كده، حطيتها في بوله. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي ولونها تحفه. ما احتاجتش ان انا احط فيها لون صناعي علشان نوع المانجا اللي انا مستخدماه نوع حلو. زي ما قلت لك في اول الفيديو استخدمي نوع المانجا الزبديه. شايفين القوام عامل ازاي وطلع لي كميه كبيره. حطيتها كده في برطمانات ازاز، حطيها كده في التلاجة من تحت. مفيش داعي ان انتي تحطيه في الفريزر عشان ما يتمسكش معاكي. شايفين القوام يا جماعه واللون جميل جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم.